لو ما بتحبيش الكبدة الجملي هتحبيها بعد الوصفة والطريقة دي. طريقتها سهلة جدا جدا، بسيطة جدا جدا، حرفيا بتتعمل في 4 دقايق بس. والله 4 دقايق مش 5. شكلها تحفة جدا، احلى من افخم المحلات، مع عصرة ليمون بتدوب في القلب كده، بتدوب دوب. يلا نشوف هنعملها ازاي. في طاسة على النار على طول حطيت معلقتين 3 من الزيت، وحطيت حتة ليا حلوة كده مقطعاها حتت صغيرة بالشكل ده. هفضل اقلب فيها لغاية اما تسيح شوية، واول ما احس ان هي دابت هضيف على طول الكبدة بتاعتي اللي انا غسلاها وشطفها بشوية خل، صفتها كويس جدا جدا، ورحت حطها في طاسة لازم تكون سخنة كويس جدا. لازم الزيت والليا يكونوا مقدوحين كويس جدا. اول ما حطيتها خدت لون كده، بفضل اقلب فيها على طول، لاني اول ما تحطيها في الطاسة احسبي على التليفون 4 دقايق بس. ودي معلقة صغيرة من الدقة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. دول حوالي 3 4 قرون فلفل كده مدقوقين، مع فص او فصين من الثوم، مع كزبرة وفلفل وكمون. قلبت كويس جدا جدا. طبعا انا كنت حاطه الملح على الفلفل والشطه والثوم اللي انا دقاهم. وبس كده وصفتنا تكون خلصت. شايفين جمالها؟ بفضل اقلب فيها كده حوالي 4 دقايق على النار بالظبط، زي ما قلت لكم احسبوها على التليفون، وهتطلع معايا روعة. لو طولتي على النار اكتر من 4 دقايق هتقلب كاوتش ومش هتعرفي تاكليها اطلاقا. كبدة الجمل يا جماعة مدتها 4 دقايق بس، وده السر بتاع جمالها وحلاوتها. هتاكلي احلى كبدة كلتيها في حياتك. شايفة شكلها ولا الوانها تحفة؟ باي باي.